السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة توتي باج بزهرة التيوليب. إن شاء الله كده يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. ما تنسوش كده لو لسه أول مرة بتشوفوني تشتركوا عندي في القناة، وأهم حاجة تفعلوا الجرس. كمان تسيبوا لي كده كومنت تقولوا لي إيه رأيكم في الشنطة بتاعت النهاردة، وكمان بتشاهدوني من أي بلد. يلا كده بينا نبدأ على خطوات العمل. الخيط اللي احنا هنستعمله النهاردة هو خيط قطن بيور، والخيط ده سمكه 2 مللي، وهستعمل هنا إبرة مقاس رقم 3.5، وهنحتاج كمان لماركر. هنبدأ نعمل عقدة بداية، وهنا هرتفع 6 سلسلة. كده ارتفعنا 6 سلاسل، هنرتفع كمان سلسلة بمثابة ارتفاع. هنتخطى كده أول غرزة وهنبدأ نشتغل في ظهر السلاسل. شايفين الارتفاعات اللي ورا دي؟ هنبدأ نشتغل فيها. هنتخطى كده أول غرزة ونروح في ظهر السلسلة التانية ونشتغل غرزة حشو، وفوق كل غرزة كده نشتغل غرزة حشو. مجموع غرز الحشو معانا هنا 6 غرز حشو. هنرتفع سلسلة ونبدأ نلف الشغل، وندخل كده تحت الحلقتين لحرف الفي ونشتغل غرزة حشو. وبرده فوق كل غرزة كده بس بندخل تحت الحلقتين نشتغل غرزة حشو. خدوا بالكم ان اخر حلقة بتكون جاية ميل، فلازم نكون متأكدين ان احنا معانا 6 غرز حشو. نبدأ نكرر ونرتفع سلسلة ونلف الشغل، وفوق كل غرزة كده برضو نشتغل غرزة حشو. كده وصلنا لآخر السطر. هنبدأ بقى دلوقتي نكرر ان احنا نرتفع سلسلة ونلف الشغل ونشتغل كده تحت الحلقتين غرز حشو. معانا 6 غرز حشو، ونبدأ نرتفع كده عدد من السطور وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده بعد ما ارتفعت 45 سطر من غرزة الحشو، هناخد بقى مقاسات القطعة دي. عندي المقاس هنا 29 سنتي، والعرض 4 سنتي. هنبدأ دلوقتي نحوط القطعة بغرز الحشو. ففي نفس الغرزة كده اللي هي آخر غرزة اشتغلناها بغرزة الحشو دي، هندخل تاني كده في نفس المكان ونشتغل غرزة حشو. وفي غرزة الحشو دي هنحط الماركر علشان ده كده هيكون بداية كل سطر معانا. شايفين الحلقة اللي جاية بميل دي بتكون من فوق كده شبه حرف الفي، ومن الجنب بتكون حلقة مايلة. هدخل كده تحت الحلقة دي والحلقة اللي وراها، مش بدخل تحت الحلقة كاملة علشان ما يحصلش فراغ معايا في القاعدة، واسحب الخيط كده واشتغل غرزة حشو. شايفين العقدة اهي؟ هبدأ ادخل تحتها كده واشتغل غرزة حشو. يبقى مرة بيقابلني حلقة مايلة بالشكل ده، ومرة بيقابلني عقدة. مرة بيقابلني حلقة مايلة، ومرة بيقابلني عقدة. ادي عقدة، وادي حلقة مايلة. هنبدأ نكرر كده بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لآخر السطر. كده خلاص بعد ما اشتغلنا على الجنب ده كله غرز حشو، هنبدأ نيجي في الزاوية هنا برضو ونشتغل غرزتين حشو في نفس المكان. ادي اول غرزة، ودي تاني غرزة في نفس المكان، ونبدأ نشتغل غرز حشو فوق كل غرزة.
ما عدا اخر غرزة في الزاوية معانا هنا برضو هنشتغل فيها تزايد، يعني الغرزة الاخيرة هنا هنشتغلها تزايد. ادي اول غرزة، ودي تاني غرزة في نفس المكان، ونبدأ نشتغل فوق كل سطر كده اشتغلناه غرزة حشو. برضو مرة بيقابلني حلقة مايلة ومرة بيقابلني عقدة، عقدة اهي، الحلقة المايلة برضو بدخل تحت حلقتين بس، عندي العقدة، وببدأ أكرر بنفس الطريقة كده لحد ما بنوصل لآخر غرزة في السطر. وآخر غرزة في الزاوية هنا برضو هنشتغلها تزايد، غرزتين في نفس المكان، وهبدأ برضو أشتغل هنا فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة لحد ما بوصل للماركر هنا. هخلص كده وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما حوطنا كل القطعة بغرز الحشو. إجمالي غرز الحشو معايا هنا 106 غرزة. المقاس هنا 31 سنتي، والعرض 5.5 سنتي. احنا مش هنقفل سطر ولا حاجة، كل ما نيجي عند الماركر ده يبقى احنا كده بدأنا سطر جديد. هنشتغل غرزة حشو، واهم حاجة ما ننساش ان احنا نحط الماركر ده تاني مكانه. كل ما نيجي عند الماركر ده ونبدأ نشتغل سطر جديد هنبدأ نلاقي ان الشغل بيبدأ يرتفع معانا. كده اشتغلنا غرزة حشو، هنبدأ نشتغل كده تحت الحلقتين فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة، فوق كل الغرز كده لحد ما بنوصل للماركر هنا. هخلص كده وبعدين نرجع عشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما خلصنا السطر الأول من غرزة الحشو وصلنا كده لآخر غرزة في السطر. هنبدأ برضو ان احنا نشيل الماركر ونشتغل غرزة حشو على طول، يعني بنشتغل حلزوني، مفيش قفلة سطر ولا في ارتفاعات خالص. كده بدأنا سطر جديد، هنحط الماركر ونبدأ نشتغل برضو غرز حشو فوق كل غرزة، ونبدأ نمشي بنفس الطريقة لحد ما نوصل للماركر وبرضو نشتغل في غرزة حشو. أهم حاجة ما ننساش إن احنا نحط الماركر ونبدأ نرتفع كده عدد من السطور وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما ارتفعت 7 سطور من غرزة الحشو، دلوقتي بقى هنبدأ نقفل السطر بتاعنا. بس قبل ما نقفل السطر بتاعنا هنشتغل غرزة تناقص، هناخد غرزتين كده مع بعض تناقص، علشان احنا عايزين الغرزة بتاعتنا تكون من مضاعفات العدد 3. فأنا هدخل في الغرزة دي كده واسحب الخيط واطلع، وادخل في الغرزة اللي بعدها واطلع، وبعدين اخد لفة كده بالخيط على الإبرة واطلع من 3 حلقات مرة واحدة. أنا هنا كمان قطعت الخيط علشان ننهي السطر بتاعنا، فهطلع بالخيط من هنا كده، وبإبرة التنظيف هنبدأ ننهي السطر بتاعنا. شايفين أول غرزة اللي كان فيها الماركر دي كده، هروح في الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين، وارجع ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط، واخد كمان الحلقة اللي بتكون تحته دي، وابدأ دلوقتي انضف الخيط تحت الغرز. وعايزة اقول لكم هنا حاجة مهمة قوي على القاعدة. لو حد حابب يشتغل قاعدة اصغر من كده او اكبر من كده، اهم حاجة نشتغل سلاسل البداية تكون بتقبل القسم على 3، وكمان نرتفع سطور بتقبل القسم على 3، تمام، علشان الغرزة بتاعتنا نكون اقرب ما يكون للمضاعفات العدد 3. دلوقتي بقى انا هبدأ اشتغل بالخيط ده، هبدأ اعمل عقدة بداية، وهرتفع كده بالحلقة دي شوية، وهبدأ ادخل من هنا كده واسحب الحلقة دي واشتغل سلسلة 2 3.
دي كده بمثابة عمود، ارتفاع 3 سلسلة ده بمثابة عمود. هرتفع كمان سلسلة وفي نفس المكان هشتغل كمان عمود، يعني غرزة في بشتغلها عمود سلسلة عمود في نفس المكان. ببدأ أتخطى 1 2 وفي الغرزة الثالثة أشتغل عمود سلسلة عمود في نفس المكان. نكرر، نتخطى 1 2 وفي الثالثة اشتغل عمود سلسلة عمود في نفس المكان. بنبدأ نكرر بنفس الطريقة، نتخطى غرزتين وفي الثالثة نشتغل غرزة في عبارة عن عمود سلسلة عمود في نفس المكان لحد ما بنوصل لآخر السطر. كده خلاص، بعد ما خلصنا كل السطر عمود سلسلة عمود في نفس المكان وكنا بنتخطى بين كل في وفي غرزتين تحت. هنا بقى آخر غرزة هنشتغل عمود سلسلة عمود في نفس المكان، وبعدين باقي عندي غرزتين وهقفل في ارتفاع 3 سلسلة. شفتوا بقى احنا ليه عملنا التناقص؟ علشان لازم يبقى معايا في آخر السطر غرزتين واقفل في أول غرزة معايا في السطر. نبدأ نقفل السطر بتاعنا في السلسلة رقم 3، 1 2 3، واسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة وارتفع سلسلة ونقطع الخيط بالشكل ده. دلوقتي هجيب الخيط اللي لونه بينك ده، هبدأ أعمل عقدة بداية هرتفع بالحلقة دي كده شوية، هبدأ أدخل في الفراغ هنا وهبدأ أسحب الحلقة دي وارتفع سلسلة 2، يبقى أنا كده ارتفعت سلسلتين، هرتفع 1 2 3، هاخد لفة كده بالخيط على الإبرة وانزل في نفس الفراغ كأني بالظبط بشتغل غرزة عمود بس مش بقفلها للآخر، بلف الخيط واطلع من حلقتين 2 بس. هلف الخيط وانزل تاني في نفس الفراغ، اسحب الخيط واطلع، هلف الخيط واطلع من حلقتين 2 بس، هلف الخيط وانزل كمان مرة، الف الخيط بطلع من حلقتين 2 بس. دي كده اسمها غرزة كلاستر. وبعدين الف الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة. يبقى احنا اشتغلنا 1 2 3 4. شايفين ال3 سلاسل اللي في البداية دول بمثابة عمود، وبعدين اشتغلنا 1 2 3، يبقى مجموعهم كام؟ 4. وطلعنا من كل الحلقات مرة واحدة، نرتفع سلسلتين، نبدأ نروح للفراغ اللي بعده، نلف الخيط كده على الإبرة وننزل في الفراغ بتاع الفي ده، نبدأ نشتغل غرزة كلاستر. ادي 1، بطلع من حلقتين 2 بس، ادي كده 2 3 4، الف الخيط وبطلع من كل الحلقات مرة واحدة، بعدين ارتفع سلسلتين، هروح للفراغ اللي بعده، الف الخيط كده على الإبرة، الف الخيط بطلع من حلقتين 2 بس، مش بقفل العمود للآخر، بكرر كده 4 مرات. ادي كده 2 3 4، الف الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة، وبعدين ارتفع 1 2 بالشكل ده. نروح للفراغ اللي بعده، نشتغل غرزة كلاستر عبارة عن 4 عواميد بنقفلهم مع بعض. ادي 1 2 3
4. كل الحلقات اللي على الإبرة دي باخد لفة كده واطلع منها مرة واحدة، وما ننساش نرتفع سلسلتين. نبدأ نكرر غرزة عمود بس مش بقفلها للآخر، بكررها كده 4 مرات. ادي كده 2 3 4. كل الحلقات اللي على الإبرة دي اخد لفة كده بالخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة وابدأ ارتفع سلسلتين. نكرر كده مع بعض كمان مرة. هاخد لفة كده بالخيط وادخل في الفراغ بتاع الفي ده، اطلع من حلقتين، مش بقفل العمود للآخر، بكرر كده 4 مرات. ادي مرة، دي كده 2 3 4. كل الحلقات دي بلف الخيط كده واطلع منهم كلهم مرة واحدة. اهم حاجة منساش ارتفاع السلسلتين. ببدأ اكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لاخر السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم عشان نكمل مع بعض. خلاص وصلنا لاخر السطر. شايفين اشتغلت خلاص اخر غرزة كلاستر معايا وارتفعت سلسلتين. ما ننساش في اخر السطر ان احنا نرتفع سلسلتين. هنيجي دلوقتي في ارتفاع ال3 سلسلة اللي احنا اشتغلناه هنا. فين في ارتفاع ال3 سلسلة ده؟ هنيجي في السلسلة الثالثة كده وهنقفل بغرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة وهنا هنقطع الخيط. هنبدأ نعمل عقدة بداية. شايفين المكان اللي احنا قفلنا فيه بغرزة منزلقة ده؟ هندخل فيه تاني كده ونرتفع سلسلة في نفس المكان. هنشتغل غرزة حشو. هاجي في فراغ السلسلتين ده وهشتغل غرزتين حشو. شايفين الحلقة اللي هي جمعت غرزة الكلاستر دي؟ هدخل فيها واشتغل غرزة حشو. هاجي في فراغ السلسلتين اشتغل غرزتين حشو في نفس الفراغ. شايفين الغرزة اللي جمعت غرزة الكلاستر مع بعض كلها؟ بدخل فيها كده واشتغل غرزة حشو. بروح لفراغ السلسلتين واشتغل غرزتين حشو في نفس الفراغ. بدخل تاني في نفس الفراغ واشتغل غرزة حشو. هروح للغرزة اللي جمعت غرزة الكلاستر، شايفين اهي، وادخل كده وادخل كده واشتغل غرزة حشو. فراغ السلسلتين اشتغل غرزتين حشو. بنكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لآخر السطر. برضو في فراغ السلسلتين هنشتغل غرزتين حشو. وهنا بقى هنبدأ برضو نشتغل حلزوني، يعني هاجي كده في أول غرزة وأبدأ أشتغل غرزة حشو. مش هقفل سطر ولا حاجة، بس أهم حاجة نبدأ إن احنا نعلم أول غرزة علشان أعرف فين بداية السطر معايا. وأبدأ أشتغل كده فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة. طيب هرتفع باللون ده كام سطر؟ زي بالظبط ما ارتفعنا هنا 7 سطور، يبقى هرتفع هنا 7 سطور. وابدأ أكرر السطر بعد ما أخلص ال7 سطور. أبدأ أكرر السطر اللي باللون الأخضر، وبعده أكرر السطر اللي باللون البينك ده، وابدأ أكرر كده لحد ما ارتفع بطول الشنطة المناسب، وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض.
كده خلاص بعد ما ارتفعت بالطول المناسب للشنطة. هنا كده ارتفعت 18 سطر من غرزة الحشو، وهنا اشتغلت مرة واحدة كمان بس من غرزة التيوليب. طبعا اللي حابب يكررها كمان مرة مفيش مشكلة، بس انا حباها بالشكل ده. هنشوف دلوقتي هنبدأ نشتغل اليد ازاي. احنا هنا بنقسم الشنطة بالنص. الغرز اللي هنا بتكون قد الغرز اللي هنا. طب لو انا عندي غرزة زيادة زي ما حاصل عندي هنا غرزة زيادة في الناحية دي، والغرزة دي ناقصة غرزة، هعمل ايه؟ انا اهم حاجة عندي المسافة اللي انا سايباها هنا لازم تكون واحدة. تمام؟ يعني الغرز اللي انا سايباها هنا نفس بالظبط عدد الغرز اللي موجودة هنا. تمام؟ فما حدش يقلق لو في غرزة زايدة معاكم. دي كده بداية السطر. نشتغل غرزة حشو، وبرده هنحط الماركر بتاع اول السطر ده مكان. الماركر ده احنا خلاص مش محتاجينه، احنا كنا بس بنقسم بيه الشنطة. هنشتغل كده غرز حشو لحد ما بنوصل للماركر اللي احنا محددين بيه بداية اليد. هنا كده وصلت عند اليد هنا، فهنيجي في الماركر ده ونشتغل غرزة حشو، ونبدأ نرتفع سلاسل بطول اليد اللي احنا حابينه. كده بعد ما ارتفعت 80 غرزة سلسلة، شايفين الماركر اللي احنا حاطينه هنا ده؟ هدخل في نفس الغرزة دي واشتغل غرزة حشو. اهم حاجة بقى قبل ما نشتغل هنا لازم نتأكد ان اليد دي مش مبرومة مننا، يعني السلسلة تكون في اتجاه واحد بالشكل ده. نبدأ ندخل في الغرزة دي ونشتغل غرزة حشو، ونبدأ نكمل غرز حشو لحد ما نوصل للماركر اللي في الناحية التانية ده اللي هو بداية اليد التانية. كده وصلنا للغرزة اللي فيها الماركر. هبدأ أدخل تحت الحلقتين واشتغل حشو، وابدأ ارتفع 80 غرزة سلسلة زي بالظبط ما ارتفعنا في الناحية التانية. اجي في الغرزة اللي فيها الماركر هنا واشتغل غرزة حشو، وابدأ اكمل غرز حشو. الماركر الوحيد اللي مش هشيله اللي هو في بداية السطر ده، خلاص احنا ما بقيناش محتاجين الماركر ده. هنبدأ نكمل غرز حشو كده لحد ما نوصل لليد هنا. كده وصلنا لغرز اليد. هنبدأ نشتغل بس في الحلقة الخلفية. ادي اول غرزة، بنشتغل في الحلقة الخلفية للسلسلة.
هنبدأ نيجي دلوقتي في أول غرزة هنا ونبدأ نشتغل غرزة حشو، وفوق كل غرزة كده هنبدأ نشتغل غرزة حشو. هنبدأ نكمل كده بنفس الطريقة غرز حشو لحد ما بنوصل لبداية اليد التانية هنا، وبرضو بشتغل في ظهر السلسلة غرز حشو. تمام، لحد ما بوصل لأول غرزة حشو هنا أبدأ أشتغل غرز حشو وأبدأ سطر جديد. وأول ما أوصل لليد هنا برضو أشتغل فوق غرز الحشو غرز حشو جديدة. طبعا بنشتغل تحت الحلقتين، أبدأ أشتغل فوق كل الغرز كده غرز حشو، وأبدأ ألف كده بنفس الطريقة 4 مرات، وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما خلصنا 4 سطور من غرزة الحشو، هنبدأ بقى دلوقتي ننهي السطر بتاعنا. فهنا هنقطع الخيط شايفين الغرزة اللي كان فيها الماركر دي؟ هتخطاها واروح في الغرزة كده اللي بعدها، وارجع ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط، وباخد الحلقة او العقدة اللي بتكون تحته دي. وننضف الخيط ونثبته تحت الغرز. عايزة اديكم بقى المقاس النهائي للشنطة. من اول هنا كده لحد القاعدة تحت 32 سنتي، من هنا للقاعدة 28.5 سنتي، عرض الشنطة 34 سنتي، ارتفاع اليد 23 سنتي، مقاس اليد من هنا لهنا كده 50 سنتي. وده كده شكل شنطتنا بعد ما خلصت. ما تنسوش كده تشاركوني رأيكم في التعليقات، وبفكركم كده لو لسه مكملين معايا وناسين تشتركوا في القناة يسعدني طبعا انضمامكم للقناة، وشير كده مع الأصحاب علشان الكل يستفيد. أشوفكم كده على خير في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.